إذا مشاهدينا الأعزاء مستمعين الكرام، هكذا أعلنت على بركة من الله ثم عون من اللجان المنظمة انطلاقة الشوط الرئيسي للإبكار المفاريد. هنالك رمز بالانتظار ينتظر واحدا من بين هذه الأسماء، رمز بالإضافة إلى مبلغ مالي، بالإضافة إلى وشاح مقدم من محمد بن دهام العنزي. نشكره جزيل الشكر والعرفان على هذا الدعم. أبدأ بداية مع الجوهرة وسعود بن عنيزان البلوي من يقدم لنا الجوهرة على المركز الأول. المركز الثاني وصلت هنالك تيمة هزاع بن عبد العزيز الرمان، وثالث المراكز وصلت من الجانب الآخر هنالك في هذه اللحظات رمشة وزيد بن خليف العرنون من يقدم لنا رمشة. ورابع المراكز وصلت العنود وبسام بن سعد البلوي، وخامس المراكز وصلت خود وفريح بن مطلق الشراري من يقدم لنا خود على المركز الخامس. ولكن لنا عودة مع مقدمة الشوط ومع الصدارة هنالك الجوهرة وتيمة والجوهرة، ولكن تيمة على مقدمة الشوط والعصا في الابطال هزاع بن عبد العزيز الرمان. ولكن وصلت هنالك من الجانب الآخر، وصلت بعد اللحظات وصلت الشعارات، ووصلت هنالك تهاني بشير بن الغيان البلوي طار مع هذا الشوط. تهاني وتيمة وتهاني الأمتار الأخيرة، الأمتار الجنونية. الله 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 الله. ولكن تيمة يا أبو عبد الله هزاع بن عبد العزيز الرمان مع الشوط الأول، الشوط الرئيسي، الرمز يبقى على أرضية الميدان. تهانينا والف مبروك لمالك هذا الشعار هزاع بن عبد العزيز الرمان. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني كان مع تهاني وبشير بن الغيان البلوي المركز الثالث، خود وفريح بن مطلق الشراري المركز الرابع. كان في هذه اللحظات مع هنالك المركز الرابع كان مع من ياسين وضيف الله بن سعيد العطوي. المركز الخامس نحيله لدى لا تخطي التحكيم التوقيت الزمني ولحظة وصول تيمة 2:09 و71 أجزاء من الثواني. تهانينا والف مبروك.